بس كل اللي أقدر أقوله إنها من قطر شقيق وجار. سيتا هاغوفيان اسمي الفني واسمي الحقيقي، من مواليد 1950. بدأت حياتي الفنية وعمري 4 سنوات، غنيت أغنية جوني جيتار. متزوجة ولدي ابنة. هذا شيء مهم لازم يذكر. طيب أخت سيتا، طبعا أنت معروفة عندنا كثير لأن لك أغاني في الإذاعة وتذاع، بس إيش رايك في اللي يقال إن أنا قريت في أكثر من لقاء لك وأكثر من مجلة تقول إن أنت من تقلدين أو مو تقلدين، تميلين إلى لون اللي تأديه فيروز. إيش رايك بهالادعاء هذا؟ كان هذا الادعاء صحيح في بداياتي، لأنه أي فنان يبتدئ حتما يكون يعني منحاز إلى مطرب ويقلد أغاني. فأنا أول ما ابتديت بأغاني فيروز. نعم. لكن بعدين صار عندي خطي الواضح. بس أنا يتهيألي صوتك في مزج ما بين صوت فيروز وصوت قريب أيضا من عفاف راضي. إيش رايك؟ والله أنا يعني أقدم من عفاف راضي بالغناء. بس صوتي قريب إلى فيروز ما أتصور، لأن فيروز مدرسة كاملة. أخت سيتا، يعني أبي أسألك، كثير من المطربين والمطربات دائما يعملون بالإضافة إلى أنهم مطربين يعملون أعمال فنية. نعم. مثل تمثيل وعمل أوبريتات ومسرح، فما أدري لك نشاطات فنية أخرى؟ نعم، اشتركت في أوبريت بيادر الخير عام 68 ومثلت تمثيليات في التلفزيون ومسلسلة من 10 حلقات. يعني أقدر أقول عنك فنانة شاملة، يعني مش مطربة. أخت سيتا، كثير من المطربات العراقيات أخذوا شهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي، فما أدري مني فيهم اللي قدرت تاخذك بشهرته؟ في الحقيقة المطربة اللي تعجبني هي اسمها هناء، وهي غير مشهورة. نعم. من أسمع صوتها أسمع أحس بوجود بغداد، بدفء العراق. طيب حتما أنت سمعتي أغاني كويتية وايد. نعم. فما أدري حافظة شيء المطربين الكويتيين؟ والله أنا معجبة جدا بالأغاني الكويتية. نعم. وخصوصا المطرب عبد الكريم عبد القادر. نعم. طب أقدر أسمع له شيء؟ أحاول أقدم. حاولي. سر الليل يا قمرنا ولا جيت بسارنا، وانا خاف يا قمرنا خذاك الليل والهوى. طيب أخت سيتا، طبعا المعروف أن الفلكلور العراقي في ألوان كثيرة ومتعددة. نعم. وغني جدا، فما أدري جربتي أنك تقدمين شيء من الفلكلور؟ أنا الألوان القديمة. أي نعم. قدمت 3 أغاني من الفولكلور العراقي، هي من دلدلوني والولد ومنك يا الأسمر. عفوا. بس أنا ضد فكرة التطوير، لأن أنا أيضا شايفة أن أحيانا التطوير ممكن أنه يسيء للأغنية. أنت معي؟ صحيح. قصدي صحيح. هو الأغاني اللي قدمتها صحيح نجحت ونالت شهرة واسعة، بس أنا حاليا لن أقدم أي أغنية فولكلورية بشكل جديد. خلاص يعني مقررة. هذا قرار. نعم. طيب أخت سيتا، تحبين تقولين شيء في النهاية؟ والله أحب أشكركم على استضافتكم إلي بهالبرنامج، وإن شاء الله أعود مرة ثانية لأسجل ألحان كويتية إن شاء الله. وإحنا سعيدين جدا بلقائنا معاك في بلدك الثاني الكويت، وإن شاء الله تكرر الزيارات.